اليوم غنهضروا على واحد من اكثر اللاعبين اللي خلوا بصمه كبيره في عالم كره القدم. لاعب مستحيل شي حد ينسى الاداء ديالو ولا الاخلاق ديالو. نهضروا على اللاعب البرازيلي ريكاردو كاكا. هذا اللاعب بدا من البرازيل حتى ولا واحد من اعظم اللاعبين في العالم. دابا غناخذوكم في رحله من بدايته حتى الاعتزال، كل مرحله اللي داز منها في المسيره الكرويه ديالو. كاكا سميتو الحقيقية هي ريكاردو إيزيسوكون دوس سانتوس ليتي. تزاد 22 أبريل 1982 برازيليا البرازيل، ولكن تربى سان باولو. هو صغير هو كيبغي الكرة بزاف، ولكن ماشي بحال بزاف ديال الولاد ديال البرازيل اللي كيلعبوا في الزناقي الضيقة في الرمل. كاكا تربى في عائلة ميسورة، راه في مدارس مزيانين. في عمر 8 سنين خلي أكاديمية سان باولو، ومن تما بدات الخطوة الجدية ديالو في طريق الاحتراف. المدربين لاحظوا الموهبة ديالو ماشي غير في المهارات الفردية، لكن حتى في الذكاء ديالو وقراءة اللعب بسرعة. لكن عام 2000 وقع عليه حديث كان يقدر ينهي المسيرة ديالو كاملة. واحد طيحة خايبة في المسبح، وتصاب في ظهره إصابة خطيرة بزاف كانت تقدر تسبب له في الشلل الدائم، ولكن بلطف من الله قدر يتعافى. هكا ديما كان كيهضر على الإيمان ديالو، كيفاش كان السبب كبير رجوعه للملاعب. من بعد ما تعافى طلع للفريق الاول ديال سان باولو، ولا لاعب وسط هجومي اساسي. الموهبه ديالو خلات الاعلام والجمهور انتبهوا ليه بسرعه، وكان باين باللي المستقبل ديالو كبير. سنه 2003 نادي اي سي ميلان كان كيقلب على اضافه هجوميه. المدرب كارلو انشيلوتي في ذلك الوقت شاف كاكا لاعب المناسب. ميلان قدرت تخلص حوالي 8 مليون يورو باش يجيبوه من البرازيل، مبلغ ماشي قليل ذلك الوقت. من أول موسم كاكا بان بقوة، سجل 10 أهداف في الدوري وصنع بزاف ديال الأهداف. جمهور ميلان علق به بسرعة بسبب الهدوء ديالو والابتسامة ديالو، وزيد عليها المستوى الكبير في الملعب. موسم 2004 2005 ساهم في توصيل ميلان لنهائي دوري أبطال أوروبا ضد ليفربول، ماتش تاريخي اللي سلب 3-3 وخسرت ميلان البينالتيات. رغم الهزيمة كاكا كان من نجوم المباراة، ولكن في عام 2007 بالضبط كان عام ماجد لكاكا. قدر الميلان باش يربحوا دوري أبطال أوروبا بعدما غلبوا ليفربول، هذه المرة بثنائية لهدف النهائي، ودار موسم خرافي، خصوصا الهدف ديالو ضد مانشستر يونايتد في أون ترافورد ملي داز النصف الفريق بوحده. في نفس العام ربح الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم، استحقاق كامل بعد موسم تاريخي لمثال ماشي غير في اللاعب لكن حتى في الأخلاق والالتزام. 2009 ريال مدريد كان كيبني فريق ديال النجوم، وجاب كاكا بحوالي 65 مليون يورو. الجمهور كان متحمس يشوفه مع كريستيانو رونالدو في الملعب. البداية كانت مزيانة، ولكن الإصابات بدات كتلحقو، كان كيغيب بزاف والمستوى ديالو هبط شوية. ورغم دار لحظات زوينة، الناس ما شافوش نفس كاكا ديال ميلان. دازت 4 مواسم مع الريال، لعب 120 ماتش، سجل 29 هدف وصنع 32. أرقامه مزيانة ولكن أقل من اللي كان متوقع. مع ذلك بقى ديما محترم، كيتعامل باحترافية، هادشي اللي خلى الجمهور يقدرو. سنة 2013 كاكا كيقرر يرجع لنادي ميلان في صفقة مجانية. الجمهور فرح برجوعه، دار موسم محترم، سجل 9 أهداف، ولكن كان عارف راسو مبقاش نفس اللاعب ديال قبل. من بعد مشى تجربة جديدة في أمريكا مع أورلاندو سيتي عام 2014. كان هو نجم الفريق والقائد، ساهم بزاف في شهرة الدوري الأمريكي. ديسمبر سنة 2017 بالضبط كاكا أعلن اعتزاله بعد مسيرة دامت 17 عام، عامرة بالألقاب واللحظات اللي ما كتنساش. من بعد ما اعتزل بقى قريب من الكرة، لكن بعيد على الضجة، وظهر كمحلل وشارك في لقاءات ديال النجوم القدماء. كاكا ماشي غير لاعب كبير، ولكن حتى إنسان بالأخلاق العالية. من سان باولو إلى ميلان إلى ريال مدريد حتى أمريكا، خلى آثار ديالو في كل بلاصة لعب فيها. رغم الإصابات والصعوبات كان ديما كيرجع أقوى، مؤمن باللي الإيمان والتفاؤل يقدر يدوزو أي محنة. هكا غيبقى كاكا ديما في الذكرى أي واحد يبغي كرة القدم، ناجم كبير ومتواضع لحدود الساعة.